السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا الربع يا الحبايب، شخباركم شعلومكم؟ طمنونا عنكم. والله بعد غياب ما طلينا على هالشاشة الصغيرة من هالظروف ومن الأحوال، هو كسل. حكم على راسنا خيوم من فوق، حكم على هالصلعة. أحبابنا، حابب أشارك معاكم هذا المحتوى البسيط يلي منلاحظه أغلبنا ومنشوفه أغلبنا، اللي هو كثرة مشاهير الكذب والنصب والاحتيال على كل وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها التيك توك. يعني كثير من الأحيان أكيد منصادف ناس بيطلع لك بمقطع فيديو مبهرج ومزين مثل زينة حصان المازوت إن صح التعبير. بقول لك ادخل لي عندي على اللايف، أقسم بالله العظيم يمين بالله تاخذ 1000 متابع. تفوت على اللايف بيطلع فاضي مثل حكايته، هو والنمرة اللي مفوت فيها على المرحاض واحد، حيشاكم منه كذاب وبيحلف يمين. بيجيك واحد تاني بتفوت له على اللايف، بعت حوت تاخذ 2000 متابع، ان شاء الله حوت يبلعك ويخلصنا منك. واحد ثالث بعت سيارة تاخذ 2000 متابع، بعت اسد بتاخذ 1500 2003. بعد هذين ثلاثة برجع بسحب منك. الحمد لله ما صارت معاي يعني، ولا صدقت هيك عالم. طيب بدي اسألكم سؤال، انتم يلي عم تكذبوا وبتنصبوا وعم تحلفوا يمين، انتم فورا بلشتوا مشاهير؟ لا، اكيد بلشتوا من الصفر مثل كل هالعالم. لما كنتوا تشوفوا هيك نمر مثل حكايتكم ما تستعقلون؟ ما تبزقوا عليهم؟ اكيد. وهي البزق عليكم كمان. لك احترموا عقول الناس، احترموا العالم، حق المشاهد واجب، لا تضحكوا عليهم، لا تفكرون غشم. خافوا الله، عم تحلفوا يمين انتم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، الله لا يعطيكم العافية.